والسؤال المهم، أيهما أفضل، البيت ولا الشغل؟ الأفضل إن محدش يقدر يدي نصيحة لحد من خلال تجربته الخاصة. كل واحدة ليها ظروفها، في ناس تقدر تقعد في البيت وفي ناس ما ينفعش. في ستات مسؤولة عن البيت كله، ممكن يكون جوزها متوفي أو مطلقة، وفي ستات بتنزل تشتغل باختيارها علشان صحتها النفسية ما تقدرش تقعد في البيت. وفي ستات بتفضل تقعد في البيت تخلي بالها من البيت وولادها، ودورها ما يقلش أبداً عن الست اللي بتنزل تشتغل. المهم هو دعم الست في القرار اللي يناسب حياتها وأولوياتها، سواء كانت القعدة في البيت أو الشغل، ونبطل نحكم على حد وإحنا مش في مكانه. ويا سلام يا سلام لو كل واحد يخليه في حاله، عيش وسيب غيرك يعيش، وكل واحد عقله في راسه ويعرف خلاصه. دمتم رايقين.